فقلت يا عادل شو بدك تسمي حالك؟ ما إلك غير سلطان. يعني بالإذن من أصحابي وأصدقائي سلطان بروناي وصديقي سلطان طلب جورج وصوف. هلا رح تقولوا مين أنت يا عادل تتسمي حالك سلطان؟ ما أنت لبناني شقفة بياع فلافل مثل ما قال جلالة الملكة أحلام. معلش خلينا نكون واضحين. إذا يلي كانت تضيف قهوة صارت ملكة، يعني طبيعي اللي بده يبيع فلافل بيقدر يصير سلطان. ولا لا يا أحلام؟ الأسبوع الماضي حكينا بهيدا حكي عن الحلوميين، فغضبت ملكتهم وقررت تهين الشعب اللبناني. هلا ما أنا اللي نكتت، هينيني إلي شو بدك بالشعب اللبناني؟ الله يساعدك مع مين علاقتي؟ غلطت. لكن أنا ما راح رد بقالب حلوم هالمرة، راح أحكيكي بلغة أنت بتفهميها. أولاً قبل ما تجي على لبنان يا ملكة كنت هيك. هيك. هلا من بعد ما نحن اللبنانيين نفضناكي وحددناكي وعملنا لك زنار بويا صرتي هيك. هلا ما في فرق كثير يعني، بس كمان نحن ما فينا نعمل العجايب يعني. هذا اللي قدرنا نعمله، ما تواخذينا. يعني نحن فينا، يعني نحن عنا شو بدي اقول لك، نعمل عجايب من برا بس من جوا سبحانه هو بس. الشاسيه مضروب. ثانيا كنت على طول جوعانه، هلا صرتي تعرفي بالكنتاكي؟ وقت ما صرتي حريفة كنتاكي صرتي كنتاكي على الاصول. البركاج في كنتاكي، بدي اكل كنتاكي اليوم. اذا ما في كنتاكي على الاوتيل راح اعمل مشكل كبير. كيفي ابي كنتاكي كيفي. انا بقول لك بكره بعد كنتاكي. ثالثا كان ذوقك بالموضة عدم شرعي. هلا تحسن ما بقى عدم شرعي، صار عدم بس. شو هيدا؟ بيوتي اند ذا بيست. بس مسابي هون ما في بيوتي، في البيست. بيست لحاله. رابعا يا عيني كان عندي غنية وحدة ما في غيرها، بيقولوا انه بتنسمع، انا ما بسمع. اللي ما يطول العنب حامضا عنا هي يقول. حلو. وبعدك على نفس الغنية ما في غيرها، وعاملة فيها نجمة وصاحبة تاريخ غنائي وما حدا سامع فيه كمان. كفي؟ كفي. من كفي؟ روح. راح كفي. عم تعاير لبنان بالزبالة يا كنتاكي؟ أنا قلت لك رح جاوبك بطريقة أنت بتفهميها. رح أقول لك بسيطة يا تجاجة. هاي الكلمة خليجية بركي بتفهميها. نحن دايما بلدنا مفتوح للجميع، بس مش للي بيشرب من البير وبيرمي فيه حجر. شوفي يا كنتاكي يا تجاجة، اسمعي منيح اللي بدي اقول لك اياه. كل اللي سمعتيه هيدا حكي من سلطان، هيدا حكي، والحكي بيناتنا رح يطول، وهيدا حكي.